أهلا بيكم في درس ألماني جديد. النهاردة هنتعلم إزاي نوصف العالم اللي حوالينا، يعني الحاجات اليومية قوي. هنتكلم عن المدينة والبيت وحتى الجيران. الكلمات دي بالذات مهمة عشان هي اللي بتخلي اللغة جزء حقيقي من حياتنا اليومية. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ بأول جزء، الصورة الكبيرة، المدينة، المكان اللي بنعيش فيه. أول كلمة معانا النهاردة هي دي شتات، ودي معناها المدينة. وطبعاً زي ما احنا متعودين في الألماني، أهم حاجة هي الأداة. كلمة شتات مؤنثة، وعشان كده الأداة بتاعتها هي دي نقطة مهمة قوي. طيب عرفنا الكلمة، إزاي بقى نستخدمها في جملة؟ بسيطة خالص. ممكن نقول مثلاً دي شتات ist groß، جملة مباشرة جداً معناها المدينة كبيرة، سهلة ومثالية لو حد عايز يوصف مكانه لأول مرة. طيب أي مدينة في الدنيا مش مجرد كلمة واحدة وخلاص، دي جواها تفاصيل كتير، زي مثلا الشارع اللي هو دي شتراسة، والحديقة أو المنتزه اللي هو der Park، وكمان قلب المدينة أو وسط البلد اللي هو das Zentrum. خلينا نمسك أول كلمة دي شتراسة. لو عايزين نوصفه ممكن نقول ببساطة شديدة دي شتراسة ist lang. يعني إيه؟ يعني الشارع طويل. طيب وبالنسبة لدير بارك، في جملة عملية جدا ومهمة قوي، وهي Es gibt einen Park in der Stadt. الجملة دي معناها يوجد منتزه في المدينة، مفيدة جدا لو حد بيسأل عن مكان أو بيوصف. ونيجي لآخر كلمة في الجزء ده das Zentrum. دي بقى نستخدمها إزاي؟ لو حد عايز يقول هو ساكن فين، يقول بكل بساطة Ich wohne im Zentrum، يعني أنا ساكن في وسط البلد. جملة بنستخدمها كتير قوي. حلو قوي، كده خدنا لفة سريعة في المدينة. يلا بينا بقى نقرب الكاميرا بتاعتنا أكتر وندخل جوه المكان اللي بنعيش فيه. هنبدأ بأكتر نوع سكن معظمنا عايش فيه، الشقة. كلمة شقة بالألماني هي دي فونونج، ولو نلاحظ هنا هنلاقي إنها زي دي شتات بالظبط. الأداة بتاعتها برضو دي المؤنثة. حلو إننا نربط الحاجات دي ببعض. ودي بقى جملة يعني لا غنى عنها لأي حد بيدور على سكن. لو حد بيدور على شقة، الجملة اللي هيقولها هي Ich suche eine Wohnung، معناها أنا أبحث عن شقة. مهمة جدا. طيب الشقة دي بقى بتتكون من إيه؟ في 3 كلمات أساسية لازم نكون عارفينها. أول حاجة das Zimmer، ودي معناها غرفة بشكل عام. وبعدين دي Küche اللي هو المطبخ. وأخيراً das Bad اللي هو الحمام. ناخد بالنا تاني من تنوع الأدوات هنا، das ودي وdas تاني. تمام، كده اتكلمنا عن الشقة. طيب لو حد مش ساكن في شقة وساكن في مكان أكبر ومستقل، هنا بقى بنروح للكلمة اللي بعدها، البيت. كلمة بيت بالألماني هي das Haus، وهنا بقى بنشوف قد إيه مهم نحفظ الكلمة بالأداة. فاكرين دي شتات ودي فونونج كانوا دي، لكن هنا Haus بتاخد das. للأسف مفيش قاعدة سهلة للموضوع ده، عشان كده لازم نحفظها زي ما هي. ولو عايزين نستخدمها في جملة بسيطة قوي ممكن نقول Das ist mein Haus، يعني هذا بيتي. جملة ملكية سهلة جدا. وطبعاً البيت بيتميز عن الشقة بحاجات، زي مثلاً إن بيكون فيه مساحات خاصة، زي der Garten اللي هي الجنينة، وكمان das Fenster اللي هو الشباك. وبكده نكون غطينا الأماكن من المدينة الواسعة لحد البيت. فاضل بقى أهم حاجة في أي مكان بنعيش فيه، الناس اللي حوالينا. يلا نعمل آخر زوم إن ونتعرف على الجيران. وهنا بقى في تفصيلة صغيرة بس مهمة قوي في الألماني. لازم نفرق بين الجار الراجل والجارة السيدة. الجار هو der Nachbar، أما الجارة فهي die Nachbarin. الفرق ده مهم جدا في الكلام. طب ناخد مثال على كل واحد عشان الموضوع يبقى أوضح. لو هنتكلم عن الجار ممكن نقول der Nachbar ist freundlich، ودي معناها الجار ودود. طيب لو عن الجارة ممكن نقول die Nachbarin ist hilfsbereit، ودي معناها الجارة خدومة أو بتحب تساعد. هايل، كده إحنا خدنا جولة كاملة. قبل ما نخلص يلا نعمل مراجعة سريعة على أهم الكلمات اللي عدت علينا النهاردة، عشان بس نتأكد إنها ثبتت في دماغنا. يلا بينا نراجع الكلمات الأساسية بسرعة. هقول الكلمة بالألماني ومعناها، وياريت ترددوا معايا. نبدأ ب دي شتات، المدينة. بعدين دي فونونج، الشقة. وداس هاوس، البيت. وأخيراً عندنا دير نخبار للجار ودي نخبارن للجارة. فاكرين التكرار هو أهم حاجة. ودلوقتي دينا لأهم جزء، التطبيق العملي.
التحدي دلوقتي هو إن كل واحد فينا يفكر إزاي ممكن نستخدم الكلمات دي عشان نوصف المكان اللي عايشين فيه بجملة ألمانية بسيطة. يعني ممكن تكون Ich wohne in der Stadt أو يمكن Das ist mein Wohnung. مجرد محاولة تكوين جملة خاصة بينا هو ده اللي بيحول الكلمات من مجرد معلومة بنسمعها لأداة حقيقية بنستخدمها في حياتنا.